وش هذا معقول؟ وش هذا الشيء يدخل للعقل؟ بلاد كما الجزائر بتاريخها بثقلها بحجمها وبالملاعب والمنشآت اللي عندها ما تنظم لا كأس إفريقيا 2025 ولا حتى 2027. يا ناس، راهي بلاد كاملة مهيئة وعندها بنية تحتية رياضية من أعلى مستوى وملاعب ماشي غير جاهزين، راهي تجرى فيهم مباريات دولية دابة في الحين. عدن براقي، وهران، قسنطينة، عنابة، ملعب 5 يوليو، ملعب تيزي وزو، ملعب الدويرة، ملعب أيت أحمد. هذه الملاعب راهم في المستوى العالي، وأي خبير في الكرة أو في التنظيم يقول لك باللي الجزائر تقدر تنظم كأس إفريقيا بوحدها وحتى كأس العالم إذا مشات مع شريك أو زوج. علاش التهميش؟ علاش يتم تجاهل الجزائر في تنظيم أكبر الأحداث الكروية في إفريقيا؟ علاش كاين بلدان أخرى ما زال ما كملوش تجهيزاتهم وما زال ما راهيش واجدة، وكي يطلبوا العون ما يقدروش حتى يطلبوه بصراحة؟ على الأقل يقول سلفونا الملاعب تاعكم. بصح حتى لهذه الحد ما كانش الحشمة. راهو من الظلم والحقرة أنك تشوف بلاد خدامة واستثمرت ملايير في البنية التحتية وتجي تشوفها تتهمش بهذا الشكل. هذا الشيء ماشي مقبول وما يدخلش للعقل لا رياضيا لا منطقيا. ولزاد وغضبني هو كي تجي تشوف بلدان أخرى تعطوهم التنظيم وما عندهمش حتى ملاعب في المستوى وتقول علاش؟ شكون كيقرر؟ وبأي معايير؟ وماشي حقد على شيء شعب. لا والله. المغاربة الأحرار نحييهم من قلبي، عندي صحاب مغاربة على العين والراس، لكن السياسة ديال بعض المسؤولين كما فوزي لقجع ماشي مهنية وما فيهاش احترام. وش نرضى وكي يتم التعامل مع أنديتنا ومنتخبنا الوطني بالحقرة؟ ما نقدروش نسكتوا وما خصناش نسكتوا. وكي نقول لك الجزائر تستحق تكون من الأوائل، ماشي غير في تنظيم كأس إفريقيا بل حتى كأس العالم نقدروا نستقبلوه. عندنا كل الشروط من ملاعب، فنادق، مواصلات، جمهور واعي ومحب لكرة القدم. والرئيس تاعنا الله يحفظه راه خدام لصالح الوطن والمواطن وما يوقفش. ماشي مجاملة بصح هذا الواقع. حنا اليوم خاصنا نوقفوا وقفة واحدة، مشي نطلبوا بل نفرضوا حقنا، لأن الجزائر تستاهل كل خير وتستاهل تكون في المقدمة. الرياضة مشي غير كورة، الرياضة هي صورة البلاد ومكانتها بين الأمم. وكي تشوفوا بلادك تهمش وانت عارف قيمتها لازم تهدر ولازم تعبر. هذه هي، ما نسكتوش وما نخليوش حق الجزائر يضيع بين السياسات والحسابات الضيقة. لازم كل واحد ياخذ حقه وكل واحد نعطيه قيمته. الجزائر راهي قادرة ومهيئة وتستاهل تكون فالمركز الأول، ماشي تتفرج من بعيد.